اول مطربة تغني في السينما المصرية نادرة محمد امين الشهيرة بنادرة. اتولدت سنة 1906 في حي عابدين من ام لبنانية واب مصري. اتقنت المقامات الموسيقية القديمة وغنت على مسرح رمسيس اللي بالصدفة كان موجود امير الشعراء احمد شوقي والموسيقار عبد الوهاب حاضرين، ونادرة كانت بتغني موشح واعجبوا بيها جدا. نادرة اجادت العزف والغنى واشتغلت في كازينو بديعة مصابني واتألقت فيه لحد ما اتجهت للتمثيل ولعبت اول بطولة في اول فيلم غنائي ونشط الفؤاد سنة 32. نادرة غنت للجيش المصري ايام حرب فلسطين وكانت اول مطربة تغني للجيش. اشتهرت لدرجة انه بيقال ان ام كلثوم كانت بتغير منها، وبقت نادرة منافسة قوية لام كلثوم. وصلت لدرجة ان اللي بيلحن لها عمالقة الموسيقى رياض السنباطي ومحمد الأصابجي ومحمد عبد الوهاب. وفي عز مجدها قررت الاعتزال في نص الستينات. توفت سنة 1990 وعمرها 84 سنة.